احمد اخويا وما بين احمد جوزي كده حوارات جانبيه كده، ففهمت ان هما بيرتبوا الحاجه. ايه نوع الحاجه بقى ما عرفتش. ما جاش في دماغي خالص حكايه داعش لا دي. داعش لا، مش للدرجه دي يعني. ففوجئتي بقى بانه ابو بكر البغدادي زعيم داعش معزوم في امير الفرح المؤمنين. ايوه. يعني خدتيها ازاي؟ والله هو انا في الاول اتفاجئت، وبعدين لما لقيت بابا يعني هو ظاهر في الفيديو جاي كده برعب كده، فانا اتفاجئت انا كمان. بس لما لقيت احمد اخويا كان لابس جاكيت مميز كده نبيتي فعرفته، يعني رغم انه لابس ماسك بس انا عرفته. فهديت شويه، بس بقيت منتظره يعني اشوف ايه اللي ممكن يحصل يعني. بس واندمجت بقى في جو الفرح بعد ما الاغنيه اشتغلت. فبترقصي جوه القفص عادي جدا. اهو. فهنا طيب قبل ما اسال الدكتور احمد، امال من شبرا. استاذه امال اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. اولا الف مبروك للعروسين وربنا يملى حياتهم فرحه يا رب. تعليق على الفكره، هل يعني بتوصل رساله لداعش اذا كنتم حولتم هذا القفص لقفص للموت احنا هنحوله لقفص للفرحه، ولا يمكن ان تكون استفزازا لعائلات شهداء ذبحوا وتم اشعال النار فيهم داخل القفص؟ لا 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 خالص، بالعكس. هو كل الفكره ان كل واحد بيفرح مواجهه مشاكلهم وازماتهم بالنكته، وده ربما اهم ما يميزنا. دكتور احمد، انت كنت صاحب الفكره؟ كنت صاحب الفكره من البدايه. ايوه. ليه؟ ايه اللي جابها في دماغك؟ انا قعدت قبل الفرح بحوالي اسبوعين احاول ان انا افكر في فكره جديده تتعمل في الفرح، ما تبقاش مجرد فكره زي اي فكره اتعملت قبل كده. كان ده في وقت الاحداث اللي حصلت لسه في داعش، والناس كلها بتتكلم مهتمه باللي حصل من داعش في ليبيا وكل الكلام ده. حبيت ان انا اكون يبقى في رساله تتوجه في الفرح، مش اي رساله، يعني يكون فقره الناس تبقى فيها سسبنس او فيها تشويق للناس في نفس الوقت، وفي نفس الوقت توجه رساله معينه. بس بدأت الأفكار تتجمع عندي واحدة واحدة لحد ما وصلت للفكرة إن أنا أجمع الماتيريال أو الحاجة بتاعت داعش مع القفص، وهو ده الرمز بتاعهم اللي هو هيخوفنا بيه. لا ده هيكون مكان الفرح بتاعنا. يعني إحنا لا ده اللي أنت بتخوفنا بيه، لا إحنا جوه الفرح ده جوه القفص ده هنكون بنرقص، ومش هتمنعنا أبدا إن إحنا نكمل فرحتنا جواه يعني. من هنا جت الفكرة، واتفقت مع أحمد أخو العروسة إن إحنا ننفذ الفكرة بنفس الشكل كده. طيب وقلت حتى يعني عملها لها مفاجأة يعني. مفاجأة بالظبط. طيب ما جاش في ذهنك انه السؤال اللي انا قلته انه يعني هذا القفص يمثل قفصا للهمجية والوحشية والدموية، وانه يعني تم اشعال النار في يعني شهداء وتحول الى رمز بالظبط لمن قاوموا الهمجية في مواجهة الهمجية؟ ما شفتش يعني ممكن مثلا عائلات الشهداء زي الكساسبة، اكيد الاكراد اللي هيتم اشعال النار فيهم ربنا يحميهم طبعا، اللي داعش تحذر من ذلك، ما خفتش ان يقولوا ده انت بتتهكم على شهداء؟ هي دي وجهة نظر اكيد جت في بالي اول ما فكرت في النقطة دي، بس انا في رسالة معينة انا عايز اوصلها. لو وصلت في النهاية انا مش بتهكم ابدا، ده بالعكس، ده انا عايز اقول للي بيرتكب مجزرة زي دي لا احنا ضدك، احنا اللي جوه ده هو اللي فرحان. اهل الشهيد او اهل الناس اللي تعرضوا كانوا ضحايا لداعش لا هم اللي مبسوطين، هم اللي بيرقصوا، بالعكس اللي كانوا لابسين الاقنعه في الاخر هم اللي كانوا بره القفص، احنا اللي كنا جوه كان في مصدر بهجه جوه. ده جه في بالي في الاول اكيد ان ده هيبقى فيه تعليق على حاجه زي كده، بس احنا عمرنا ما هنيجي نفكر ان احنا نتهكم على شهداء او حد تعرض كان من ضحايا داعش، بالعكس احنا وجهنا رساله سخريه من داعش نفسها، تهكم على الشهداء، بالعكس يعني ربنا يرحم الجميع ويقبلهم دايما عنده الشهداء يعني. طيب ما خفتش يعني هنا البعض ممكن يقول انت عارف انه داعش ياخذون بالصغيره والكبيره ويتابعون كل شيء، فممكن يقولوا اللي بتهكموا علينا دول هاتهم نذبحهم بقى. والله ربنا الحامي مش اكتر من كده. خافت هي خافت. لا الواحد في الاول في الاخر بيعمل حاجه وهو واثق في ربنا، الحمد لله ربنا الحامي من اي حد، بغض النظر هو شايف الفيديو ازاي او هو هيكون رد فعله ايه، ده ما شغلش بالي ولا بال اي حد من اللي عمل فيديو تماما يعني. وفي نفس الوقت بصراحه انا ما تخيلتش ان الفيديو ده ياخد الضجه دي كلها، انا كل الفكره كلها حاجه في الفرح للناس اللي جايه وللناس. انا حتى لما شيرت الفيديو شيرته على صفحتي الشخصيه، ما شيرتوش في مكان ولا على جريده ولا كده، على صفحتي الشخصيه، فما تخيلش انه ياخد الضجه لدرجه ان افكر يعني هو اتاخد من على صفحتك الشخصيه؟ متاخد على صفحتي الشخصيه، على صفحه الفوتوغرافر وصفحتي الشخصيه.
طيب أستاذ إيهاب من المنوفية، أستاذ إيهاب اتفضل تؤيد هذه الفكرة التي تحول قفص الموت الداعشي إلى قفص فرحة ورأس وابتهاج، ولا هي تمثل استفزازا لعائلات الشهداء؟ مساء الخير الأول يا أستاذ وائل. مساء الخير، اتفضل. وطبعا ألف مبروك للدكتور